ربي أنا نفسي في جملة من كلمتين بس. الكلمتين دول لو سمعهم أي حد مهموم الحزن يروح، ولو أي حد فرحان يسمعهم يتزن كده ويعقل وياخد حتى أوقات فرحه باتزان. كلمتين لو الواحد في ضيقة مادية ولا مريض ولا أي شيء يسمعهم. السلام عليكم. زمان كان في ملك حكيم قوي، كان دايما يحب يسمع كده آراء الحكماء اللي موجودين في البلد بتاعته. المهم قعد في يوم كده يفكر مع نفسه وقال يا ربي أنا نفسي في جملة من كلمتين بس. الكلمتين دول لو سمعهم أي حد مهموم الحزن يروح، ولو أي حد فرحان يسمعهم يتزن كده ويعقل وياخد حتى أوقات فرحه باتزان. كلمتين لو الواحد في ضيقة مادية ولا مريض ولا أي شيء يسمعهم يحس إن فرج ربنا خلاص قريب، حاجة كده تطمنه من جوه وتخلي فيه سلام نفسي. قال لهم أنا عايز جملة من كلمتين، هتقدروا تجيبولي الكلمتين دول ولا لأ؟ ساعتها الحكماء حسوا إن الموضوع سهل قوي، يعني أنت يا جلالة الملك بتجمعنا كلنا عشان نقول لك الجملة دي؟ حاجة سهلة، بس ادينا بس كام يوم كده وهنرجع لك بيها. اداهم كام يوم جمعهم، محدش قدر يجيب الجملة اللي ممكن تحل كل المشاكل اللي الملك عايزها. يعني أي مشكلة عند أي حد سواء حزن أو فرح الكلمتين دول يحلوها. قال لهم إيه ده؟ يعني انتوا كلكم مش قادرين تجيبوها؟ أنا عايز الكلمتين دول بأي طريقة. لحد ما في يوم دخل عليه راجل عجوز جدا ماشي على عصاية كده، زي ما تقولوا كده يعني الدنيا ادته وخدت منه كتير قوي. المهم قال له يا جلالة الملك أنا عندي الكلمتين دول. قال له إيه؟ قال له الكلمتين هما كله هيعدي. إيه ده؟ هما دول إزاي يعني؟ قال له استنى بس يا جلالة الملك، اصبر بس عليا. الكلمتين بتوع كله هيعدي هقول لك السر إيه؟ قال له قول يا فيلسوف عصرك وأوانك. إيه؟ قال له كله هيعدي يعني الحزين اللي جواه حزن شديد مش قادر يسيطر عليه لو سمعهم هيعرف إن كله فعلا هيعدي والحزن ده هيروح. الفرحان السعيد لو في قمة فرحته وعايزه يتزن قول له الكلمتين دول علشان يفهم ان حتى الفرح اللي هو فيه هيعدي. المريض اللي ربنا يشفي كل مرضانا يا رب لو سمعهم هينبسط ويقول في امل، ده كله هيعدي. انت كمان الباقي هو ربنا سبحانه وتعالى، هو بس اللي باقي. اي حاجة في الدنيا بعد كده مش باقية. يعني لو تعبان صدقني كله هيعدي، لو في ضيقة مادية جامدة جدا برضو صدقني فرج ربنا قريب وكله هيعدي. ولو سعيد وفرحان وفي قمة ازدهارك خلي بالك اتزن وحوش لبكرة أي حاجة، فلوس وقت جهد أي شيء، لأنه كله هيعدي. مفيش حاجة باقية خالص غير وجه ربنا الكريم. اوعوا تفتكروا ان انتوا مهما كنتوا مهمومين ولا متضايقين ان ده مش هيعدي. نزلت فيديو عن الست الجدعة اللي هي بتقف جنب جوزها بكل ما تملك، لقيت تعليقات جامدة جدا والله فيها حاجات وجعت قلبي. قد ايه في ستات متضايقة ومن جواها زي ما كنت ما صدقت انها تقول المشكلة اللي عندها دي. كلمة المشاكل دي ايه؟ ليه كده؟ ما كله هيعدي. ليه كده؟ ليه حاسين ان مشاكلنا ملهاش نهاية؟ ليه بنحاول نضايق بعض؟ ليه حتى لما يكون عندنا مشكلة بنبقى دايما جواها وضاغطين على نفسنا كأن ملهاش حل؟ وهي هتعدي، والله هتعدي. ولينا عند ربنا لو ما خدناش حقنا في الارض هناخده عند ربنا في ميزان حسناتنا. خليكم بس واثقين ان شاء الله كل حاجة هتعدي، وربنا سبحانه وتعالى بيمهل ولا يهمل. هيجيب لك حقك والله يا ست الكل، هيجيب لك حقك بقى في ولد صالح، في بنت كده بره بيكي، في جهد، في وقت تحس ان هو في بركة، في صحة، في كل حاجة. والله كل حاجة ان شاء الله هيجيب لك حقك فيا، ما تقلقيش. هجيب لكم حقكم في الفيديوهات تالت ومتلت. كله هيعدي ان شاء الله وهتبقى الدنيا احلى. السلام عليكم.